السلام عليكم ورحمة الله جماهير ريال مدريد الكبير. اولا يا اخوان انا اسف على الانقطاع الكبير اللي صار، واود ان اشكركم يا اخوان على هذا الدعم الاسطوري اللي قدمتوا لي اياه في المقاطع الاخيرة. 1 2 3 4 بصراحة كل مشاهداتي منكم، كل دعمي منكم، وكل المحبة اللي شايفها منكم. جماهير برشلونة شوف اخر مقطع مطقين لي يا زلمة، مش هيك؟ المهم يا اخوان البداية للموسم الجديد، موسم 2024 2025 يا اخوان. وهي يا اخوان تشكيلة ريال مدريد قدامكم. يعني انا اول ما اشوفها بصير بدي اعيط انا قبل شهرين يا اخي. اخوان اقسم بالله حرام. يعني اذا الفريق ما لعب منيح امبابي بروح بانطلاقه، اذا الفريق ما لعب منيح ومبابي تعبان وزعلان ومش قادر يلعب فينيسيوس بروح بانطلاقه، اذا مبابي زعلان وفينيسيوس زعلان والفريق ما لعب منيح بلينغهام بيسجل لك جول على الدقيقه 90. عادي، الامور عندكم ايزي، الحياه عندكم سهله، مش زينا احنا تعبانين يا اخوان. خلص انا مش قادر، لازم نشوف هسه مبابي. انا صراحه متحمس جدا 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 لمبابي يا اخوان. هو هداف الدوري، من هسه بقول لك هداف اللقب الدوري الاسباني 2024 امبابي، ويعطيك العافيه سكر لي ملف الهداف. المهم يا اخوان لا تستعملني باللايك والاشتراك بالقناه، ويلا خلينا نفوت على المقطع. راح هذا ما هذا بدي شيء يسجل. ربيت مهاراتك يا شيخ، ربيت مهاراتك شو قويه. والله مخيف الفريق يا اخوان، والله العظيم يا اخوان فريق ريال مدريد مخيف صراحة، اقسم بالله العظيم مخيف. شوف فينيسيوس، رودريجو، مبابي، بيلينغهام، فالفيردي، كارفخال، ايش في يا زلمة؟ اوف يا اخوان فالفيردي، والله فكرته كروس. اقسم بالله يا اخوان، اقسم بالله يا اخوان طلع الرقم 8 وعامل شعره كانت المشي نفسه. والله العظيم يا اخوان اول شيء خطر بهيك فالفيردي كروس، بعدين ايش في يا زلمه؟ اجتني لحظه ادراك، يعني طب ما كروس ودع الملاعب وانتهى به المطاف الى الاعتزال في موسم صراحه كان خرافي له يعني. روحت ولا الضغط ولا الضغط. والجول من اولها يا زلمه، ولع عليك يا زلمه، ولع عليك. وشو هذا يا زلمه؟ زي الثيران على الجول يا زلمه، زي الثيران على الطابه، ولع عليك. وخش عليها مبابي، خش عليها فينيسيوس، خش عليها رودريجو. كيف بدك اياها تفوت؟ كيف ما بدك اياها تفوت يا زلمه؟ كيف ما بدك اياها تفوت؟ 20 واحد عادي بجيبها بلفها. يا ربي يا ربي من اولها. خلص هي بدايه الجلطات من هذا الموسم تبدا مع هيك فريق. شوف ايوه بلينغهام كالعاده، امبابي اجاك ضغط فينيسيوس ورودريجو. يعني ايش بدك تعمل لهالفريق؟ ايش بدك تعمل لهالفريق؟ مشان الله تحكي لي ايش ممكن تعمل لهالفريق؟ 16 رح تفوزوا انتم كل مباراه 16. والله يا اخوان يعني انا بقول لكم اياها من هسه، جهزوا حالكم لصراحه موسم يمكن ما شفناهوش من ريال مدريد، او مش ما شفناهوش من ريال مدريد. يعني خلص شو بدكم اكثر من هيك فريق؟ يعني انشيلوتي اقسم بالله العظيم انت عبقري، اقسم بالله عبقري يا زلمه. شو ما تجيب له لاعب بطلع لك افضل من نسخه منه، شو ما تجيب له لاعب بحكي لك لا يا عمي عندي المركز انا عندي. يا الله الحركه يا رجل، يخرب بيت المراوغه زي هيك. اي عاد شو يا رودريجو، هاترك على راسي بدك تجيب يا اخوان. مراوغه فينيسيوس طلع كيف بس؟ قال لك على الارض اقعد يا زلمه على الارض. اوف يا اخوان، هو دائما عنده تسديدات حلوه، تمام، دائما تسديدات حلوه بس ما بتيجي يعني. بس انت يعني بتفكرها خلص جول. يعطيك العافيه روديجر، ارجع مكانك بكفي اللي قدامه. شو عبين يعني؟ لا تفهم انت مش معبي عينك مبابي ورودريجو وفينيسيوس قدام وبلينغهام وراهم ايش؟ بعد 30 دقيقة يا إخواني يتبين معنا أن المسيطر على المباراة بشكل كامل هو ريال مدريد. ريال مدريد يا إخوان هادئ جدا، ماسك الطابة، مش مستعجل أبدا، الضغط عنده عادي، عارف إنه الجول الثاني راح يجي كمان شوي، ما عندوش أي مشكلة في إنه مايوركا يعني يعمل شوية مناوشات زي ما قال، يعني ما سجل ولا تسديدة ولكن عمل شوية مناوشات خفيفة. وريال مدريد بيلعب على الرايق بأقل مجهود بدني، وهذا الاشي يا إخوان طبيعي بصراحة لأداء ريال مدريد ولاعيبة ريال مدريد، والخصم بالأخير إذا مين مايوركا مايوركا ايوه بالضبط. ول يا اخوان قاعدين بتفننوا قاعدين يا اخوان اوف يا زلمه، اوف والله العظيم قاعدين بتهبلوا عليهم، اقسم بالله قاعدين بتهبلوا عليهم.
اقسم بالله العظيم مش هيك، والباص باصين، طلع امبابي، فينيسيوس، بلينجهام، كل هيك كل فريق دخل بالهجمه يا اخوان، كل فريق دخل بالهجمه. ول عليهم شو هذا. لا حول ولا قوة الا بالله. لولا الحارس ترى هدف يا اخوان، لولا الحارس كان خلص مبابي وهدف. بس في شغله يا اخوان، يعني لو تشوفوا انتم هسه مبابي هو راس الحربه، فينيسيوس هو اللي على جهه اليسار، تمام؟ بصير في تبادل في المراكز او لا مركزيه بينهم الاثنين، ولكنها يا اخوان مش منظمه. يعني بتحس فينيسيوس انت مش موجود على اليسار، يلا مبابي هنا انا على اليسار، اذا انت مبابي مش على اليسار خلاص هي فينيسيوس هو اصلا هو مركزه الطبيعي. فما في زي ما تحكي ايش انه يعني تنظيم في هاي الشغله، وهذا شيء صراحه منيح بالنسبه لي. يلا. ايوه. ايوه. يلا. يوه. يا حرام. يا حرام والله يا اخوان، عاد بتجنن الفرصة. ما انت راح تصحق فرصة زي هيك، طبعا غلط. التافه كورتوا، وما حدا يا اخوان طبعا يسأل ليش تافه، الكل بيعرف ليش كورتوا تافه، الكل بيعرف ليش اي حدا يسب على كورتوا ليش سب على كورتوا. يعني حتى والله العظيم لو بدك اياني احكي اعتبرك انت بني ادم مش مزبوط منيح، انت فاهم كيف؟ خلص الشوط الاول يا اخوان، حكيت كثير عن التكتيك اللي صار في المباراه، ولكن يا اخوان انا عندي ملاحظه صغيره. بتمنى انا كبرشلوني بتمنى اشوف مبابي على جهه فيني، لانه يا اخوان مبابي بقيد راس الحرب كثير، وانا بصراحه كثير حاب اطلع على مبابي. انا بيعجبني مبابي، مهارات مبابي، سرعه مبابي، اهداف مبابي. انا مش حاب اسوي هذا الحكي معاكم يسجل، حاب بس يعمل مهارات كذا ممكن يعني يمتعنا، هذا شيء كثير حلو. فانا حاب اشوفه على جهه فيني، وهذا شيء حاليا صعب يا اخوان، ولكن يعني ان شاء الله تكون نقطة سلبية في بداية الموسم عندكم، لانه شكل الموسم راح يكون ايجابي على هذا الاداء. قنبلة اقسم بالله قنبلة. يا عيني عليك، هو الحلقة من الركنية. يا عيني عليك والله وحش، اقسم بالله وحش. الكم يا اخويا، الكم يا اخويا، الكم والله العظيم. الرأسية يا اخوان عبارة عن صاروخ، عبارة عن قذيفة، عبارة عن يا اخوان واحد تقول شاطها برجله مش براسه. هذا الموضوع لا ابدا، مش براسه مش براسه. شو اسمه؟ بقول لك راسه، راسه الوجع، راسه الوجع، راسه الوجع من القنبله اللي فقعها براسه. شو قال لك معلم. تعرف يا اخوان انه كورتوا قبل الاصابه بجيب هيك طبات يا اخوان، بيجيب هيك طبعا. طب ممتاز، انا بدي ينزل مستواه بالضبط. هذا بدنا اياه، هذا بدنا اياه، ينزل مستواه، ينزل مستواه، واستمروا لو تطلعوا في تعادل قدامهم انجاز كبير 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 يا غالي، كبير. في اخوان صرنا لاعبين اكثر من 15 دقيقة في الشوط الثاني، واضح انه يا اخوان انشيلوتي ولاعيبة ريال مدريد يعني دخلوا متهاونين ومتساهلين مع مايوركا، عشانه ما قدم الاداء اللي يعني يذكر في الشوط الاول، وقالوا خلاص المباراة 100% سهلة. ولكن مايوركا بصراحة فاجأهم وفاجأنا يا إخوان، وسجل هدف وقاعد بحاول عشان يسجل الثاني، فإن شاء الله يا رب تكمل معاهم. أوبا يا إخوان أوبا، دخل مودريتش، دخل مودريتش يا إخوان، دخل مودريتش بدل تشاوميني. الله العظيم يا مودريتش، لو يصير عمرك 45 سنة وتظل في ريال مدريد وتظل كل ما تفوت راح تفيدهم. هسه يا اخوان بنشوف كيف راح يقلب وسط ريال مدريد بالكامل. ولو تلاحظوا ما في حل تسديد من بعيد عن لاعبين ريال مدريد، وبصراحه هذا شيء جديد علي وغريب علي بنفس الوقت، لانه دائما يا اخوان امام التكتلات الدفاعيه اللي زي مايوركا ريال مدريد كان يستعمل القذائف الصاروخيه اللي من برا بتيجي، واليوم ما في اي شيء من هذا الحكي، وانا جدا مستغرب. ضاعت 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 يا امي يا امي يا امي يا امي يا امي. شو عمل؟ يا عين على الحارس. شوف يا عمي اقسم بالله العظيم لعبوها بصراحة لعبة خرافية بصراحة. يا عيني على المدافع اللي قدر يطلعها من بين اثنين. يا ربي اعلق واصفق لهي الفرصة. يا اخوان انشيلوتي خلص بكيت العلكة وهو لسه مش راضي يجي جول. يلا 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 شوت. اوه يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام كيف ضاعت. يا حرام كيف ضاعت، يا حرام يا حرام كيف ضاعت. شوف كيف ضاعت يا رجل. يلا يا اخوان تعادل ان شاء الله ما بتشموا الفوز. التعادل جاي بس التعادل. ولكم يلا خسارة مشان الله. ايوه
ايوه ايوه شوط. لا يا زلمه، لا يا زلمه، انت كيف انت كيف يا زلمه غبي حمار. يا زلمه شو هالغباء يا زلمه اللي عندك، والله حرام يا اخي، والله حرام. اقسم بالله يا اخوان الشوط الثاني دمروكوا بالمعنى الحرفي يا اخوان. اوف عليك، بس ما اتيسك. تعادلتوا واحنا متصدر. لا تكلمني يا اخوي، متصدر لا تكلمني. وبالنسبه يا اخوان للمدح اللي بدحكم اياه في اول مقطع انه ما حد راح يقدر لكم كذا، طلعت انا يا اخوان ما بفهم كره قدم وفي حد بيقدر لكم. وطبعا انا كنت بحكي ما حد بيقدر لكم، معادان هاي معادان، انا بحط دائما برشلونه على جنب. ولكن يا اخوان طلعتوا فريق عادي جدا، مبابي على حال. انا عارف انه ما حد راح يتابع المقطع عشانكم تعادلتوا. طب تابعوا المقطع يا اخوان، والله حرام عليك وتعبان عليك. وخلص يا اخوان، لو بيكون انتهى مقطعنا، لا تنسوا تدعموني باللايك والاشتراك بالقناه. السلام عليكم.